تيسير فهمي تزوجت مرتين، وهل اعتزلت الفن نهائيا؟ وما هي أكبر صدمة في حياتها؟ ولدت تيسير فهمي عام 1955 بالقاهرة. بعد الثانوية العامة التحقت تيسير بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه عام 1977. كانت بدايتها الفنية وهي طالبة بالمعهد عام 1975 في فيلم بائعة الحب. تزوجت تيسير فهمي مرتين، المرة الأولى من شخص يدعى سمير حجازي، وبعد الزواج بفترة قصيرة تعرض لحادث سير وتوفي. أما ثاني زيجاتها عام 1985 من رجل الأعمال المصري الأمريكي أحمد أبو بكر، ومستمر زواجها حتى الآن لحوالي 40 عام. لم تنجب تيسير في أي زيجة من زيجاتها. أعلنت تيسير فهمي عام 2013 اعتزالها الفن، ولكن في السنوات الأخيرة قالت أنها متوقفة وليست معتزلة، ويمكنها العودة إذا وجدت عمل مناسب. في ديسمبر عام 2022 فقدت تيسير فهمي شقيقها، وكان رابع شقيق لها تفقده من أقل من عامين، لتصف ذلك بأنه أكبر صدمة تعرضت لها في حياتها.